الحي السادس، بيت الوطن، المونوريل. ده الشارع اللي هو المخرج. خلونا نكمل كده. ده محور بن زايد شمالي يا جماعه، اللي بيطلعنا على درقية الاوسطي ومنه على العاصمه الاداريه الجديده مباشره. اللي في وشنا هناك على الشمال ديت الحي السادس بيت الوطن، وفعلا نسبه الكثافه فيه زادت بالفعل واشتغلت بالفعل وكانت واصبحت مميزه. لو بصينا هنلاقي محطه مونوريل عند بدايه بيت الوطن عند الحي السادس، ولو بصيتوا محطه المونوريل دي عند حرف الكي تحديدا في بيت الوطن. وطبعا في وشنا الكومباوند بتاع نجيب ساويرس اتكلمنا عنه قبل كده اكتر من مره. وادي الحي السادس. هنلف طبعا علشان نخشه وعلشان نصور شارع النادي الاهلي ونصور كل التفاصيل. وادي محطه المونوريل. الحي السادس من الاحياء المميزه جدا موجوده في بيت الوطن، واللي هتسكن او هتخلص في من اوائل الاحياء اللي هتخلص، زي المنطقه التكميليه والحي الثامن والحي السابع. كنت عملت سلسله فيديوهات تخص ترتيب السكن والانتهاء من السكن في جميع الاحياء ديت. خلينا نشوف. هنعدي بقى الناحيه الثانيه علشان خاطر نروح على الحي السادس ونصوره. خلونا نلف نصور الحي السادس بتفاصيله ونكمل معاكم. خدوا بالكم على طول لو كملنا هيبقى فيه الحي الثامن، بس احنا ممكن نصور الحي الثامن من جوه، مش شرط بقى من هنا، بس هو نفس الشارع دوت. الحي الثامن قدامنا على طول مباشره بعد الحي السادس. هنا الحي السادس في كذا حرف. الحي السادس زي ما انتم شايفين كده في اعمال كتيره، يعني شايفين اعمال كتيره موجوده في الحي السادس وتم الانتهاء منها وتم تشغيل ليها. احنا هنمشي ده الحد الجنوبي بتاع الحي السادس، احنا هنمشي في الحد الغربي وهنحاول نصور لكم برضو من جوه بقى الحي السادس من جوه عامل ازاي ونمشي فيه. في فرق منسوب. الجزء اللي موجود على محور بن زايد عالي شويه، الجزء اللي في الظهر منخفض شويه. عشان كده كنت دايما بقول لو هناخد في الحي السادس نشوف فرق المنسوب عامل ازاي وايه القطع اللي احنا هناخد فيها نبص عليها على الطبيعه. الجزء اللي قدام منخفض شويه، بس شايفين كميه الانشاءات في الحي السادس بقت قد ايه. طبعا في مهله مباني فلازم تخلص، خصوصا مع المنطقه التكميليه. الحي السادس الحي الثامن دول كانوا بالجنيه المصري، كانوا بيسموهم الاراضي الاكثر تميزا، كانت تسميتها. عشان كده كان ليها مهله مباني معينه، بخلاف طبعا الحي الاول والثاني والثالث والرابع والخامس اللي هم كانوا بالدولار. الحي السادس زي ما قلت من الاحياء المميزه. اعتقد ان ممكن في بعض اماكن فيه تبدا سكن كمان 3 أو 4 سنين. سكن يا جماعه في نقطه دايما بكررها وبقولها لكم وهفضل اقولها لكم وهفضل اعيدها لكم، في فرق ما بين الاستلام وفي فرق ما بين السكن، عشان ما تقولوليش انت ما قلتلناش. السكن حاجه والاستلام حاجه. الاستلام ممكن يبقى السنه دي. ليه؟ لان في ناس فعلا سلمت، في عمارات اوريدي واجهتها خلصت. الاستلام دي يعني واجهتها خلصت. شايفين في جزء مرتفع وجزء منخفض. وفي دلوقتي شايفين الشارع بتاع النادي الاهلي بيتوسع قد ايه، شايفين العرض عامل ازاي. طبعا المبنى اللي هناك ده النادي الاهلي. عرض الشارع عامل ازاي، هيبقى شارع متميز جدا، عرضه مش اقل من 55 متر على الاقل تقدير او 60 متر. هيبقى شارع رئيسي مميز جدا، وهم شغالين فيه دلوقتي. عمارات اهي دي كده اسمها استلام. استلام يعني الواجهه خلصت. طيب ينفع يسكن دلوقتي؟ لا. العماره اللي بتاعنا دي استلام يعني خلصت كواجهه وكمدخل. طب ينفع يسكن دلوقتي؟ لا. فعشان كده الاستلام حاجه والسكن حاجه. ارجو ان تكون الامور دي واضحه. ده الحد الغربي ببيت الوطن، في حرف الكي وفي حرف الاي وفي حرف الاي، في كذا حرف. وانا بفكر نخش من شارع في النص كده لو لقينا داخله. طبعا بيت الوطن زي ما قلت لكم قبل كده بيميزه ان هو متحوط بكومباوندات، كل اللي حواليه نوادي او كومباوندات، فده بيميز المكان جدا. زي ما انتم شايفين كده خدنا الحد الغربي بتاع الحي السادس. خلينا نكمل فيه وندخل بعد كده على الحد الشمالي. بس الشارع دوت مهم جدا لانه بيسموه شارع النوادي، شارع القوات المسلحه. الشارع دوت كده خدنا جزء من الشارع الجنوبي وخدنا الشارع الغربي صورنا بيه الحي السادس. خلينا نخش على الشارع الشمالي، نحاول ندخل جوه الحي السادس بشكل او باخر، او نمشي حتى فيه من عند شارع الفيزون. يا رب يكون الفيديو ده صور لكم جزء مهم في الحي السادس وشرح لكم الجزء الجنوبي والجزء الغربي. وادي النادي الاهلي زي ما انتم شايفين، ده مبنى النادي الاهلي، وده الشارع الفاصل ما بين الحي الرابع والحي السادس. كنت بصور الشارع دوت بس كنت بصوره الحي الرابع، ففي حد علق لي وقال لي انت مصور اتكلم على الحي السادس اكتر من الرابع، وفعليا لا، هو كان الفيديو اصلا الحي الرابع، لكن لاني كنت ماشي في الشارع دوت فكان لازم اتكلم ان الشارع ده هو ده الحد الشمالي بتاع الحي السادس وهو الحد الجنوبي بتاع الحي الرابع. دمتم بخير، رب يكون الفيديو شرح لكم الحد الجنوبي والغربي بتاع الحي السادس. تحياتي.